فات لقيت البطة بتطلع كده زي ما احنا شايفينها، شايفين الخير وشايفين الرزق وشايفين الجمال. اللهم لك الحمد يا رب على كل عطاياك. طبعا مش كل بطة بيكون رقدها زي التانية، ولا كل نسبة تخصيب للبيض بتكون زي التانية، ولا كل نسبة تخصيب لذكر بتكون زي التانية. ممكن الذكر عندك يبقى كويس وزي الفل مفيش اي مشاكل، وفجأة البطة اللي بعد منه تسيبها معاه تلاقي البيض نصه مخصب ونصه لا، ده خلاص بيكون نسبة التخصيب عنده ضعفت بسبب ان هو تعب مفاجئ. مش شرط يكون كبر في العمر، مش شرط يكون كبر في العمر، انا حابه اكد على المعلومه دي. فالحل هنا ايه؟ خلاص بتذبحيه. ده الكلام ده لو الذكر اللي مع البطه مش باين عليه اي تعب خارجي. اما لو باين عليه تعب خارجي او في نسبه اسهالات، فبتديله قراص كده للاسهال، حبايه بشر للاسهال لمده 3 ايام ورا بعض. بيكون ما شاء الله ما شاء الله كويس، والاسهال بيتمنع وبيرجع كويس تاني. انا بقول لكم حاجه عن تجربه. اما مش باين على ظاهريا حاجه ومفيش اسهالات، خلاص هو كده نسبه التخصيب عنده قلت فجاه او تكاد تكون مش موجوده اصلا، فبالتالي خلاص بتذبحيه. عشان كده دايما بقول لحبايبنا لازم يكون عندك ذكر واتنين، ما تعتمديش على ذكر واحد يكون موجود مع البط اللي عندك، علشان ربما ذكر يتعب فجاه. هتعملي ايه في البط اللي بيبيض؟ هنا لما طلعت لقيت البطه اللهم بارك بتطلع، ربنا يكرمنا ويطلع لنا شويه بيض كده كان تحت